السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيتكم وجبت لكم علاج طبيعي للغدة الدرقية الملتهبة والخاملة والنشطة، شفاء تام ومضمون وفعال 100%. الآن كامل الأطباء ولاو ينصحوا به المرضى ديالهم. يعدل الهرمونات ويعدل النساج، علاج نهائي والشافي هو الله. هذا العلاج انقذ الكثير من مرضى الغدة الدرقية وحتى اللوز اللي هما القراجم. هذا العشبة تنظم لك هرمون الغدة الدرقية وتنقص من الحساسية، وتستعمل كذلك في زيادة الوزن. ما دير لك حتى إيفي سيكوندير، وما عندها حتى أعراض جانبية، ما تعطيك حتى مرض، ما عندها حتى إيكونتراكسيون. علاج تام نتاع جدودنا بكري، حتى الأطباء ولاو ينصحوا به. على كل حال الآن نبداو بالوصفة على بركة الله. واش عندنا تاع الغدة اللي هي حب، اللي هي هذه هي حب، وتتكسر نورمال، قادرة ترحيها في الروبو في المهرس في أي حاجة. أنا راه عندي حب وعندي مرحية، ها هي المرحية، هذه هي على شكل بودرة. أنا هذه رحيتها ورجعتها بودر كما راكم تشوفوا، وتصفيها شوية تكون مليح. وعندي العسل، العسل قادرين تستعملوا الحر وقادرين تستعملوا هذا تاع الشفاء عادي، في زوج يليقوا. اللي عنده العسل الحر ماذا به، اللي ما عندوش يستعمل العسل هذا عادي. واش ديروا؟ تحكموا ملعقة، تعمروها وتفرغوها في العسل، تفرغوا تخلطوا مليح مليح، وتخلوا العقدة تاعكم ثميتينه. وتحبوا ديروا ثاني العسل الحر، يا إما عسل الشفاء هذاك يا إما العسل الحر، فيه زوج يليقوا عادي عادي. واش عندك سيدتي ديري، المهم ما تعجزيش. وابدي على هذه الوصفة، ما مشي ديريها نهار وزوج وتحبسي، وابدي عليها كل يوم كل يوم كل يوم، مرة الصباح ومرة العشية، ملعقة في الصباح وملعقة في العشية إن شاء الله، وشافي هو الله بإذن الله. هذه هي الوصفة، وابدي عليها سيدتي، وإن شاء الله راح تريحي وراح تدعي لي وراح تهنيك إن شاء الله من الغدة الدرقية. وفي الأخير ما تنساونيش بالجيم والبارطاج وتفعيل الجرس لتعم الفائدة. وفي الأخير نتمنى الشفاء العاجل لكل المرضى. مع السلامة، مع فيديو جديد إن شاء الله.